حسن شحاتة عاشق الزمالك مشجع زملكاوي، بوجه رسالة ورجاء للكابتن أحمد مصطفى سيد زيزو نجم نادي الزمالك والمنتخب القومي لكرة القدم. لعيب الخلوق المحترم اللي احنا جمهور نادي الزمالك بنعتبره أسطورة من أساطير نادي الزمالك، وبإذن الله بنتمنى إنه ياخد الهداف التاريخي لنادي الزمالك ويعدي الخلوق المحترم، ربنا يديله الصحة والسرعة معاه، أسطورة الزمالك كابتن عبد الحليم علي العندليب. الطلب اللي بنطلبه من الكابتن أحمد مصطفى السيد زيزو، تقول له يا كابتن جمهور نادي الزمالك كله بيحبك وبيعشقك وبيقدرك، أسطورة من أساطير نادي الزمالك، فعاوزينك في النادي يا كابتن. وإن كنت يا كابتن مش عاوز تقعد في النادي، فبعد إذنك طلب ورجاء مشجع زملكاوي من كل جماهير نادي الزمالك، بنقول لك امشي من خلال نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بعد كرم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ربنا جعل نادي الزمالك هو يعني ثم نادي الزمالك اللي هو جعله، يعني ربنا جعل ان هو الحاجه اللي اللي خلتك بقيت شخصيه عامه وبقيت مشهور والكلام ده كله. فبنطلب يا كابتن منك طلب ورجاء ان انت تمشي، اذا كنت هتمشي ان ربنا يوفقك في الخطوه القادمه لك وتمشي من خلال نادي الزمالك، ان انت يعني تتعاون مع الاداره اللي احنا يعني متحفزين عليها وعلى قراراتها، ومش بصراحه بنقول لهم يا ريت يعني يمشوا، لان مش شايفين منهم حاجه كويسه يعني، ولا شايفينهم بيعملوا صالح النادي. كلها تصفيه حسابات وكلها حاجات كده فما علينا يعني، بس بنطلب منك الكابتن تمشي من خلال نادي الزمالك، تقعد مع الاداره وتشوف اذا كنت هتمشي هتروح داخل مصر ولا خارج مصر، ولا كنت هتمشي يعني تمشي من خلال نادي الزمالك وتقعد مع الاداره وتتفقوا وتعمل عرض حلو لنادي الزمالك، ان نادي الزمالك يستفاد منك يا كابتن، عشان ربنا يبارك لك ويكرمك في الخطوه اللي جايه. ده اذا كنت عاوز تمشي يعني، اذا كنت مش عاوز تمشي يا رب تقعد، واحنا جمهور نادي الزمالك كله عاوزينك والله العظيم وبنحبك وبنقدرك من اساطير نادي الزمالك. ان كنت يا كابتن هتمشي فتمشي من خلال نادي الزمالك وتخلي النادي يستفاد ماديا من خلالك يا كابتن، ان انت تيجي لك عرض كده، حتى يعني اعمل اي حاجه ان النادي يستفاد منك، يعني مثلا باي فلوس. انا عارف ان انت ضحيت قبل كده كتير وعديت وكان جاي لك عقود احتراف وجاي لك والكلام ده كله، وكنت بتقول النادي والنادي. اثبت لنا كلامك يا كابتن، والجمهور اللي بيحبك تثبت له كلامك، ويا تقعد في النادي حبيبنا، مش هتقعد برضه انت حبيبنا، بس تمشي من خلال الزمالك وخلي النادي يستفاد، عشان الفلوس اللي تيجي كأنك بتسيبها للجمهور عشان يجي دعم للنادي، والنادي يفضل ماشي وتمام ويجيبوا لعيبه برضه والكلام ده كله. يا ريتني كنت في الاداره، ولا يا ريت ناس بجد في الاداره بجد جايه تخلص للزمالك، كنا نعرف نتكلم معاك نمشيك برضه من بدري ونستفاد منك ومن وراك والكلام ده كله، عشان انت قيمه كبيره يا كابتن وقيمه وقامه، فاحنا بنعزك ونقدرك. فيا ريت تحط جمهور نادي الزمالك في دماغك وفي قلبك زي ما هم حاطين حضرتك وعاملينك مقدرينك قيمه وقامه، وحاطينك في عقلهم وفي قلبهم وبيعزوك، وبيقولوا لك يا كابتن ده يا رب اذا كنت تقعد ده انت حبيبنا، واذا مشيت برضه هتفضل حبيبنا يا كابتن زيزو، بس تمشي من خلال نادي الزمالك وان النادي يستفاد منه راك ماديا، لان ربنا سبحانه وتعالى ربنا جعل نادي الزمالك هو الحاجه اللي خلتك تظهر كشخصيه عامه وتظهر كاحسن لعيب في مصر وفي افريقيا، وبشهاده الجميع ان انت احسن لاعب في افريقيا. ده كلام يعني نهائي واكيد باذن الله. فعشان كده يا كابتن احنا بنحبك واللي بيحب حد فبيطلب منه بتعشمين ان انت يا كابتن تقعد في النادي، مش هتقعد وليك خطوه ربنا يوفقك في الخطوه اللي جايه، بس تمشي من خلال النادي عشان نستفاد منك ماديا والنادي يستفاد. شكرا يا كابتن وربنا يوفقك في الخطوه اللي انت عاوز كنت هتقعد في النادي في قرارك، ولا كان قرارك بالرحيل وتمشي وتخط خطوه ثانيه، فربنا يكرمك في الخطوه الثانيه. بس يا كابتن تمشي من خلال النادي. حسن شحاتة عاشق الزمالك.